السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بقى الجو ساقعة ومحتاجين كده نتدفى، محتاجين بقى ايه نملى البيت كده بالخير ونعمل حاجة كده ايه تنفع، بحيث يا ماما الظهر عايزين ناكل، العصر عايزين ناكل، عايزين سناك، عايزين حاجة كده مع حاجة دافية ناكلها كده يعني مع حاجة دافية. فتعالوا بقى هنعمل مع بعض. طبعا انتوا اكيد عرفتوا احنا هنعمل ايه من الصورة. هنعمل بقى شوية بنين او ممكن نقول عليهم قراقيش، بس المقادير بتاعت النهاردة خدوها وانتم مغمضين بجد، بسم الله ما شاء الله. هتشوفوا كده يعني جمال لا يوصف، يعني ما شاء الله المقادير مظبوطة جدا. خدوا مني المقادير النهاردة وانتم مغمضين واعملوها، وما شاء الله كل حاجة مظبوطة بالشعرة، جميلة جدا 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 فوق ما تتخيلوا. هتشوفوا معايا، بس يلا نبدأ ونعملها مع بعض. هقول لكم المقادير بالظبط بالتفاصيل، وهقول لكم مقادير لكيلو واحد، بحيث انت عايزة تضعفي تعملي كيلو، 2 كيلو، 3 كيلو، 5 كيلو، فانت على حسب انت عايزه تعملي ايه ضعفي المقادير بنفس الطريقه ونفس المقادير اللي هقولك عليها كده. في الاول كده انا كنت شاريه حاجتي اللي انا محتاجاها او اللي هي ناقصاني، يعني في شويه حاجات عندي وبقيت الحاجات زي ما شفتوها كده جايباها، وكانت حتى في الكرتونه. مش عارفه انا جايباها في كرتونه ليه يعني، بس هو بقى انا رحت اشتريت الحاجه وادوها لي في كرتونه، فالحمد لله جبت حاجتي. وقبل ما اشتغل جبت كل مقاديري حواليا وجنبي. اعملي الخطوه دي، رتبي افكارك قبلها، لو ناقصك حاجه اشتريها من بره. بعد كده قبل ما تبدأي في اي حاجة حطي كل مقاديرك وكل حاجة حواليكي واقعدي، وهتلاقي الموضوع سهل جدا، وبتعملي الحاجة على طول وبتخلص معاكي على طول. علشان ايه؟ عارفة لو انتي مش مرتبة الحاجة حواليكي وحاطة كل حاجة جنبك، هتفضلي قايمة قاعدة راحة جاية عمالة تفكري، حاسة انك مشتتة. فحطي كل حاجة حواليكي واقعدي كده ريحي نفسك وايه، واشتغلي بنفس التكنيك كده، كل حاجة هتخلص بسهولة جدا. بصوا بقى انا نخلت 3 كيلو من الدقيق. طبعا مهم ان احنا ننخل الدقيق بتاعنا، لان معرض ان احنا نلاقي في الدقيق تكتلات، وعشان كمان لما بننخله بندخل هوا كده، فالمعجنات بتاعتنا تطلع مفرغة كده وهشة. فان احنا ندخل الدقيق ده خطوة مهمة ما نستغناش عنها. حطيت بقى لكل كيلو من الدقيق معلقة صغيرة خالص من الملح، ومعلقتين كبار من السمسم المحمص. والسمسم انا بجيبه سمسم ابيض، وبحب انا احمصه كده من غير اي دهون ولا اي حاجة، في طبق عادي خالص على نار هادية، بقلبه دقيقتين بس لحد ما بلاقيه خد لون ذهبي خفيف. وكمان كده بطلع منه الرطوبة، وكمان بطلع منه الريحة الحلوة، وبيدي معايا نكهة تحفة جدا احسن ما اكون جايباه محمص. حطيت كمان نص معلقة كبيرة من البيكنج باودر لكل كيلو دقيق، نص معلقة كبيرة من البيكنج باودر، وده مهم جدا. بعد كده حطيت معلقتين كبار من النشا لكل كيلو دقيق، معلقتين كبار من النشا. واوعوا تقلقوا واوعوا تستغنوا عن معلقتين كبار من النشا، لان بسم الله ما شاء الله هيفرق فرق جامد جدا، بتدي هشاشة جميلة قوي قوي قوي، فبجد ما تستغنوش عنها. كمان لكل كيلو من الدقيق معلقة كبيرة من الخميرة الفورية. هحط كمان نص معلقة صغيرة من اليانسون لكل كيلو من الدقيق، نص معلقة صغيرة. تمام. اليانسون دون بيدي برضو نكهة وطعم حلو وفايدة. وطبعا اختياري، يعني اليانسون اختياري، انما مثلا بالنسبه للسمسم لا، السمسم اساسي، ما ينفعش بنين او قرقيش من غير سمسم، انما اليانسون ده اختياري. ممكن برضو حبه البركه دي اختياري، وممكن شمر، كل ده اختياري. بيدي نكهه وفايده حلوه، لو تحبي تحطي حطي. تمام كده. لحد دلوقتي دي كل المواد الجافه بتاعتنا، ومش هضيف اي حاجه تاني. طب ما حطيتيش السكر ليه؟ هقول لكم دلوقتي ما حطيتش السكر ليه. لاني لازم ادوب السكر بتاعي في السوائل، لو حطيت السكر كده هيخرز معايا ومش هيدوب. وطبعا يعني البنين بيتحط عليه شويه سكر حلوين، فما ينفعش نحطهم كده، يا اما في حاله واحده بس، لو عايزه تحطي السكر مع الدقيق يكون سكر بودره. تمام. في الحاله دي تقدري تحطيه مع المواد الجافه، تحطي كمان مقدار السكر بتاعك بس يكون سكر بودره. لو ما عندكيش سكر بودره ومكسله تطحني كده زيي، لازم بقى تدوبي السكر بتاعك في السوائل. تعالوا الاول كده يعني ايه نجهز السوائل بتاعتنا قبل ما ندهول ايدينا في السمنه وكده. تمام. انا معايا الاول حليب دافي، لازم يكون مغلي ودافي. تمام. لو ما استخدمتيه ساقع او سخن قوي، لو سخن قوي هيموت الخميره ومش هتشتغل، وبرده لو بارد خالص برده مش هتشتغل. تمام. الاول بقى بعاير السكر بتاعي، عايرت لكل كيلو من الدقيق 4 معالق كبار من السكر، و4 معالق بما يعادل نص كوبايه. تمام كده لكل كيلو من الدقيق.
دي بجد المقادير دي مظبوطة ما شاء الله جدا. بالنسبة للسوائل، فلكل كيلو من الدقيق بتحتاجي من كوبايتين الا ربع لكوبايتين من السوائل الدافية، وده طبعا على حسب احتياجك للدقيق. يعني انا مثلا مش هحط السوائل بتاعتي كلها، انا هدوب السكر بتاعي في جزء من السوائل والباقي هضيفه وانا شغالة، لان الدقيق عن دقيق بيختلف، فما ينفعش انزل بالسوائل بتاعتي مرة واحدة. انا دلوقتي بقى حطيت حليب وحطيت ميه، فتقدري انك انت تعجني بحليب وميه، دي افضل حاجه، وتقدري تعجني بميه بس مفيش اي مشكله. بتطلع معاكي برضو خفيفه وحلوه. فدي ما شاء الله افضل حاجه تعجني بيها الحليب والميه. كل كيلو بقى من الدقيق هعاير له كوباية ونص من السمنة وعليهم نص كوباية من الزيت. لو عملتوها بنسبة الدهون اللي انا قلتلكم عليها دي هتطلع ما شاء الله جميلة قوي. وفي ناس بتزود الزيت اكتر، بس ده بيخلي معانا القراقيش ناشفة شوية. انما كل ما تبقى نسبة السمنة زي ما قلت كده كوباية ونص من السمنة ونص كوباية من الزيت، فكده بصراحة ما شاء الله تطلع جميلة جدا 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 مظبوطة يعني. ولا هي مثلا ناشفة ولا محجرة ولا مثلا طرية، لا، ما شاء الله هتطلع كده على مزاجك. وجربي وهتدعيلي ان شاء الله. هقول تاني، لكل كيلو من الدقيق كوباية ونص من السمنة ونص كوباية من الزيت. طبعا بقى ببدأ أبس الدقيق والمواد الجافة اللي انا حطيتها دي، أبسها في السمنة كويس جدا. دي اهم مرحلة واهم خطوة، ودي اكتر حاجة اللي باخد فيها وقت شوية، هو اني ابس الدقيق بتاعي بالسمنة لحد ما يتغلف كله كله كله. يعني ما الاقيش اي لون ابيض خالص، الاقي الدقيق كله كده اصفر معايا وبقى عامل زي الرمله المبلوله كده. يعني وما تمسكيها في ايدك كده تلاقيها بتجمع وعامله زي الرمله كده بالظبط. بصوا بالشكل ده ما شاء الله. عايزه اقول لكم الفرق ما بين القراقيش والكحك علشان الناس برضو اللي سألت قبل كده. اول حاجه السوائل اللي بتتحط في القراقيش بتكون اكتر من الكحك، يعني تقريبا الضعف. يعني في الكحك بحط كوبايه كبيره من السوائل، وفي القراقيش بحط كوبايتين. في الكحك ما ينفعش نحط زيت خالص، الكحك لازم يتعمل بسمنه بس، انما القراقيش لازم يتحط فيها زيت، لازم يتحط نسبه زيت في القراقيش وبس كده تمام. بصوا بقى هنا بدات انزل بقى بالسوائل بعد ما وصلت للمرحله اللي انتوا شفتوها دي. بسيت شويه حلوين جدا، وبمسك كده في ايدي الاقيها اتجمعت معايا وبقت بالشكل اللي انتوا شفتوه. ببدا بقى انزل بالسوائل اللي انا جهزتها ومدوبه فيها السكر، وحطيت كمان ريحه الفانيليا او الفانيليا السائله، بتدي طعم تحفة. يعني الناس بقى اللي ما بتحبش ريحة الكحك وريحة الموز والكلام دون، حطوا فانيليا هتعشقوها، حطوا فانيليا سايلة هتعشقوا ريحتها وطعمها. ببدأ بقى اعجن عادي خالص، ويكون برضو معايا حليب دافي. هبدأ اضيفه كل ما احس ان انا محتاجة، بس اهم حاجة طبعا بمعيار، يعني تبقي حاطة معيارك للكيلو ما تزوديش عنه. حتى لو انتي قلتي يعني احساسك ان هي محتاجة، بس ما صدقيني مش هتحتاج اكتر من كده. الكيلو عمره ما هيحتاج اكتر من كوبايتين من الحليب او من حليب على ميه. المهم السوائل بتاعتك هتكون كوبايتين للكيلو. اعجنيها بس كويس وجمعيها. هعرفك دلوقتي ازاي تعرفي ان كده تمام. لما تمسكي العجينه تمسكيها في ايدك تجمعيها وتشكليها كده، تلاقيها مش بتشقق معاكي وبتشكل حلو. بصوا بقى ما شاء الله انا عجنتها حلو علشان اتوه الحليب بتاعي خالص واتوه السوائل بتاعتي خالص، وجمعتها كده بالشكل ده. بصوا بقى هنا دلوقتي، بصوا بمسكها كده وابدا اشكلها بالشكل ده، بلاقيها بصوا ولا مشققه ولا مثلا مش بتتجمع او تحسي كده ان هي مفرفطه من بعضها، لا تمام قوي. يلا بقى نشتغل ونجهز بقى كمان الصواني بتاعتنا جنبنا، والصواني مش هندهنها اي حاجه، بنشكل ونحط في الصواني على طول. السؤال بقى اللي جالي كذا مره، طب احنا بنسيب العجينه تخمر؟ لا لا لا، العجينه ما ينفعش تخمر قبل ما نشكلها. ومن الضروري جدا جدا ان احنا نخمر العجينه بتاعتنا بعد ما تتشكل. ويمكن ده اهم سر للقراقيش او الكحك، ان انتي بعد ما تشكليها ما بتسيبوش يخمر كويس، لا لازم يخمر معاكي كويس علشان ما يطلعش مكتوم. دي من اهم الاسرار، وعشان يطلع معاكي ناجح ويطلع معاكي يعني هش كده ومرتفع وما يبقاش مكتوم، فلازم ان انتي تسيبيه يخمر بعد التشكيل. انما قبل التشكيل ما ينفعش خالص، لاني هيكون صعب ان انتي تشكليها والعجينه خمرانه معاكي ومش هتديكي نتيجه حلوه. فلازم ان انتي تشتغلي في العجينه على طول، وبعد ما تشكليها تخمريها تخمر كويس، يعني
تغطي الصواني بتاعتك دي كويس وتسيبيها تخمر قبل ما تسوي. يا رب يكون واضح علشان النقطة دي مهمة جدا، فحبيت ان انا اكد عليكم فيها. طبعا طريقة التشكيل سهلة جدا، اهم حاجة ان احنا بصوا بنفضل نبرمها كده شايفين، علشان دي هيخليكي ما تقعديش تساوي بقى من الحراف وتساوي شكلها، لا هي هتطلع مسوية معاكي. بروميها حلو واديها الشكل دون بالنشابة، برضو لو عملتيها بايدك برضو مش هتطلع مسوية، وهتضطري كل شوية تشيلي من الاطراف علشان تسويها. انما لو برمتيها حلو وبعدين فردتيها بالنشابة كده، بصراحة الطريقة دي حلوة، هتخليكي ما تقعديش تهدري من العجينة كده كده. يعني اللي بيتشال بنرجع نعجنه تاني بس علشان ننجز وقتنا. هقولك بقى كمان اسرار التسوية ان شاء الله، انا مش هسيب لكم اي حاجة لما اكون قايلها لكم علشان نكون ملمين بكل حاجة. الفيديو ده هيكون فيه كل حاجة، بس بقى فضلا وليس امرا اعملوا لي لايك كتير للفيديو. يلا انزلوا دلوقتي حالا اعملوا لايك، لان اللايك ده مهم جدا بالنسبة لي، وكمان بيشجعني اعمل لكم فيديوهات اكتر واكتر. زي ما انتم شايفين بقى بسم الله ما شاء الله، عملت صواني هون ولسه معايا حته عجينه كمان هعملها. بس تعالوا الاول اقول لكم على التسويه. الفرن يكون لازم سخن قبلها بربع ساعه اقل حاجه، لازم الفرن يكون حامي جدا، درجه حراره 200 او 220، احنا عايزين درجه حراره عاليه. وطبعا التسويه لازم تقعدي جنبها، يعني لازم تقعدي جنب الفرن تبشري التسويه وتشوفي لو الوش محتاج لون تقيدي الشوايه، لو مش محتاج خلاص تتابعي التسويه اول باول علشان يطلع اللون موحد وجميل. وبسم الله ما شاء الله زي ما انت شايفه كده، الله اكبر، حاجه وهميه والله يا جماعه، ما شاء الله طالع جميل جدا. هش جدا من جوه، هش قوي قوي وخفيف، ما شاء الله. ايه الجمال ده، انا مش قادره اقول غير ايه الجمال ده، جميل جمال ما شاء الله ما فيهوش غلطه. بصوا الجمال، بصوا سمكه وارتفاعه، ومن جوه هش ومفرغ كده، ويعني ما شاء الله الله اكبر. والله يا جماعه خدوا المقادير مني ان شاء الله واعملوها وهتعجبكم جدا، يعني هتبقوا شيف، يعني هيتقال عليكم شيف. ما شاء الله حلو جدا جدا، جربوه وان شاء الله هيعجبكم قوي قوي قوي. بس يا ريت لايك للفيديو، وبألف هنا وشفا، والسلام عليكم.